عايز احكيها لكم، تسمحوا لي احكيها ولا ما احكيهاش؟ على فكره انا اول مره احكي معجزه، ما حكيتش معجزات خالص يعني، نادر جدا يعني، بس دي المعجزه دي شفتها امبارح ولازم احكي لكم عنها. امبارح وانا بعمل الدوره، اثناء الدوره بتاعه الاجساد لابو سيفين، وانا ماشي وجيت في الحته دي لقيت واحده عماله تعيط والدموع نازله من عينيها كتير قوي، بتعيط جامد قوي قوي. فانا قلت لها مالك؟ فهمت يعني ان هي تعبانه يعني، فقلت لها ابو سيفين معاك. ودخلت جوه قعدت، وبعد ما خلصت الدوره لقيت الست دي داخله لي جوه، وكان ابونا يوسف قاعد معانا وشايف يعني. لقيت الست دي جوه متهلله وفرحانه ومزقططه، وشكلها غير اللي كانت واقفه بره بتعيط. كانت واقفه قدامي كانجي. فين انجي؟ يعني انا ما شفتش الجسد اللي اتحط على دماغها، لكن هي كان بتطلب ابو سيفين يعني. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك؟ قالت لي يا ابونا انا فتحت انا ما كنتش بشوف يا ابونا، انا ما كنتش بشوف. انا عندي ورم على المخ، الدكاتره قالوا، وعندها كشف كده يعني، ان الدكاتره قالوا ان عندها ورم على المخ، والورم ده كان عامل لها صداع شديد جدا، وما كانتش بتقدر تفتح عينيها ولا تشوف. انا يا ابونا وانا واقفه جالي واحد ابو سيفين يعني، وقف قدامي وهو لابس اللبس بتاعه ده، وبتشاور على كتافها، الحته بتاعت الكتاف بتاعت ابو سيفين، الحتت اللي هنا يبين اللي على الكتاف، وعمل لها كده على دقنها وقال لها يلا قومي، مالك؟ يلا هتشوفي وهتبقي كويس. ومن ساعتها وهي لا حطها. وبعدين قال لها بس احكي الحكايه دي لكل الناس. انا بصراحه ما كنتش عايز احكي. ليه؟ اقول لكم بس احكوا. انا عايزين نوثق المعجزه عشان ما يبقاش كلام في الهواء. هي عندها كشف بيقول ان عندها ورم في المخ باشعاعات وتحاليل وكده. احنا هنعمل كشف تاني طبعا، بس الوقت ما لحقناش من امبارح النهارده. هنعمل كشف تاني ونشوف هتبان المعجزه، لكن لغايه دلوقتي هي انا مش عارف موجوده ولا مش موجوده. هي اسمها مرسى علوم يعني، ما جاتش النهارده، لكن هي كانت بتقول لي انا كنت ما بشوفش ودلوقتي بشوف، وفرحانه ومتهلله. ربنا بيعمل معانا كل يوم معجزه، بس دي معجزه رائعه في وجود ابو سيفين في وسط النهضه. وده يقول لنا ونتعلم منها ان ابو سيفين معانا موجود في وسطنا. ربنا اتمجد في ابو سيفين وعمل المعجزه على ايدين مين؟ ابو سيفين. يعني كمان نقول ان الله هو اللي بيعمل المعجزه بس على ايدين القديس ده يبعته. وعايز اقول لكم ربنا اختار هذه المرأة ليصنع معها معجزة بدقة شديدة. لما تتوثق المعجزة هبقى احكي لكم ليه ربنا اختار هذه المرأة علشان يعمل معها المعجزة. كل سنة وانتم طيبين.